بعد ما مشيت كده ببص عليه لقيته راح رماه في النيل ده او في البحيره دي. المطعم جابوا لنا كوبايتين ميه سخنه طالع منها دخان. وازيكم حبايبي، ويوم جديد من سريلانكا ومدينه كاندي، اخر يوم في كاندي وهنروح مدينه تانية. وانا بحضر الشنطه، فالشنطه بتاعتي كبرت بحجم رهيب وبقت تقيله وظهري ابتدى يوجعني. فقررنا انا ومودي ان احنا نعمل حاجه لطيفه كده. انا ما كنتش عايز اصور الموضوع ده عشان محدش يحسبه ان انا بعمله كشو، بس في نفس الوقت جه في دماغي ان هي ممكن تبقى فكره ان لو حد جه ولقى ان الشنطه بتاعته تقيله ممكن يعمل الحركه دي بالظبط ويتعمم الخير. يعني بدل ما احنا بس نعرف فكره ونطبقها، لا احنا ممكن كلنا نشارك. لو حد عنده حاجه زياده شكلها حلو مش متقطع، ممكن نشاركها مع ناس تانية محتاجاها، وبالتالي هيعود علينا احنا كمان بالخير، لان الكل فعل رد فعل ببساطه. فانا كان معايا لبس زياده وكوتش، فحطيتهم حتى في شنط جديده. ده الخلاصه اللي طلعت الشنطتين دول. واحنا جايين لمدينه كاندي في محطه الاتوبيس لقينا في هومليس قاعدين، فقلنا ان احنا ممكن نديهم الشنط دي. الهومليس ده اديته كوتش، والله ماركه يعني ماركه تاون تيم، اكيد هتعرفوها في مصر اكتر يعني. فاديته والله كوتش. بعد ما مشيت كده ببص عليه لقيته راح رماه في النيل ده او في البحيره دي. انا بصيت لقيته مش لابس كوتش يعني، فقلت ايه، قلت انا اقسم الشنطتين اللي معايا، شنطه فيها كوتش وشنطه فيها هدوم، وقلت اديله الشنطه اللي فيها الكوتش، هو مش لابس كوتش او معهوش حذاء يعني، فقلت اديله الكوتش. فما شاء الله راح رماه في البحيره. فهم شكلهم كده يا جماعه ايه، بياخدوا الفلوس بقى بيستخدموها استخدامات اخرى بقى، اذا كان حاجه خارجه شويه بقى بيستخدموها الشرب الكلام ده كله، فمفيش فايده مفيش فايده. بصوا يا جماعه، في 5 اسباب يخليكم تيجوا كاندي انا مش عايزهم. وصلنا يا جماعه على المدينه الجديده اللي احنا رايحينها. والمدينه اللي احنا رايحينها هي نورا إيليا. ما بيسعفنيش في اي مدينه، عنده زهايمر في اسم المدن. المدينه دي بقى عباره عن ايه يا جماعه؟ دي انجلترا، كأنك في بريطانيا بالظبط. انجلترا الغلابه. اول مدينه نروحها وتحس بلسعه، مش لسعه برد، تبقى لابس تيشيرت نص كم وانت مبسوط. كول. لا على رايهم هنا ما عندهمش حاجه اسمها كولد. يعني لو قلت عايز كولد كولا دي غلط، لازم تقول كول كولا. يعني هم الاكسنت البريطاني على ما اعتقد مؤثر عليهم. المدينه بقى حلوه في كده اللي انت ايه، مفيش حر، مفيش تلزيق، مفيش رطوبه، مزارع شاي الستايل الانجليزي. الانجليز كانوا قاعدين هنا، اعتقد ان تجارتهم كانت هنا، لان هم كان بيصدروا الشاي، بياخدوا الشاي من هنا ويبيعوه في اوروبا. فاعتقد ده السبب اللي خلاهم يبنوا ويقعدوا هنا بنسبه كبيره. حتى الحصينه واسطبلات الحصينه بتاعتهم لسه موجود زيها لحد النهارده. المدينه دي بقى ازاي يا جماعه؟ عارف لما امك تعمل انجلترا في البيت. المدينه بقى ايه، زي ما تقول كده مكافاه للي
بيبقى في كاندي وعايز يخرج من كاندي، فدي بتبقى مكافأة ليه. هي خد المدينة دي. مكافأة لأي حد كان في كولومبو أو في كاندي. المدن دي تعقدك في حياتك وتكرهك في البلد كلها صراحة. حتى الناس اللي عاملة نفسها بتحبك هناك بتكتشف بعدين إن هم بيرتبوا لك لنصبايا بس على المدى الطويل. مشروع نصاب. بصوا حسين اهي واسطبلات. المدينة شكلها جميل يا جماعة، الطريق نفسه كان شكله جميل واحنا جايين. مزارع الشاي بقى في كل حتة، في أراضي زراعية وجبال، شكلها جميل جدا جدا جدا. فمتفائل إن شاء الله بالمدينة دي. وصلنا الهوستل يا جماعة ودخلنا فتحنا لنفسنا وقعدنا واتضايفنا كمان شوية نقوم نشرب شاي ومحدش جه يستقبلنا لغاية دلوقتي. هو ده الهوستل اللي احنا فيه. ايه رأيك في المكان يا مودي؟ كنت هبقى مبسوط أكتر لو أنت ما صورتش عشان تقطع على النت على طول وأنت بتصور. ما شغل له النت ونرجع لبعض. بص يعني. المهم بقى يا جماعة جينا على نوارا إيليا، والمنطقة دي حرفيا مش في سريلانكا، حرفيا أوروبية شكلا وجوا. والله الجو ساقع يا جماعة. عايز أقول لكم إن درجة الحرارة وصلت 14 أو 15 حاجة زي كده، وخلال يومين هتوصل ل10. فزي ما انتوا شايفين كده احنا عاملين ازاي. انا ومودي قلنا لا احنا مصريين، انت في ايه، احنا ننزل نمشي في الشارع كده من غير اي حاجه. أسد يالا في إيه؟ فرجعنا بقى زي ما انتوا زي ما انتوا شايفين كده. الحمد لله. فانا من مكاني هذا احب ان انا انهي الفيديو بتاع النهارده. استنى والله عملت حاجه سخنه عشان الجو صح. لا ابهرهم، قول لهم في المطعم كانوا بيقدموا لنا ميه ايه. طب وربنا في المطعم في المطعم جابوا لنا كوبايتين ميه سخنه طالع منها دخان. احنا يا جدعان هنا مش احنا مش في سريلانكا. ازاي ده؟ انا لسه ساب درجه الحراره كانت 30 من ده امبارح ايه النهارده كانت 30. كانت 30 في كاندي، جت هنا بقت 15، نزلت 15 النص على طول. هم 150 كيلو. ما كملوش 150. لا ده 50 كيلو. ده 70 كيلو. 70 كيلو. في 70 كيلو يا جماعه نزلت 15 درجه في 70 كيلو. ف والمشكله ان هي في نص سريلانكا، يعني احنا رحنا الشمال ورحنا الشرق والجنوب والغرب، ومناطق في النص، بس دي في حته تانية واحده. اشرب كوبايه النسكافيه دي تدفيني شويه، وبنحاول نمنتج الفيديو بالطريقه دي، فهنمنتج وننزل. فلايك لايك وسبسكرايب يا جماعه الخير، عشان خاطر ايه نعرف نكمل في الجو ده ونوريكم المدينه بكره ان شاء الله عامله ازاي. فتنسوش بقى تدعمونا بلايك واشتراك وشير بقى على قد ما تقدروا. السلام عليكم.